السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يعود علينا وعليكم بخير يا رب. كده طبعا يا جماعة احنا في موسم خزين الجبنة اللي هي الجريشة والجبنة القديمة. فاحنا شارية شوية كده ايه، صايم كده شوية، مش طري يعني. وهبدأ اخزنهم مع بعضكم زي ما انتم شايفين كده ايه، جاسية حتة الجبنة يعني. طبعا انا عندي هنا شطة ناشفة. طبعا يا جماعة عندي كمية ملح مهولة يعني. بس فانا هبدأ ايه زي ما انتم شايفين معايا كده في علبة، اصومهم يومين 3 بالملح والشطة زي ما انتم شايفين كده. اصومهم في العلبة وبعد كده ايه اتجلهم معاكم تاني في البرطمان. احط شوية زي كده وملح زي كده يا جماعة، وملح وشطة، واسيبهم كده ايه، اعمل الكمية كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده زي ما انتوا شايفين كده. ملح ليه الخطوة دي يا جماعة؟ عشان الجبن يبقى طعمه دايب. لما تسوم الجبن يومين 3 وانت جايباه كده بيبقى ايه، طعمه دايب وجميل جدا. طبعا الشطة يا جماعة حاسبوا منها، اللي ما دوش في الشطة يعني زي ما انتوا شايفين كده. ده طريقة تتجيل الجبنة الجريش او الجبنة القديمة. ملح وشطة لحد ما تخلص الكمية كلها. طبعا انا ده عشان كمية قليلة، انا مش هخزن كتير يعني عشان انا عندي، بس حبيت اوريلكم الكمية البسيطة دي. ما اقولكوش يعني الجبنة في البيت حاجة كده ايه، تحفة. طبعا يا جماعة انا هسيبهم كده 3 ايام او يومين بالظبط، وابدأ ازيدهم بالحداد بتاعهم زي ما انتوا شايفين كده. دي كبيت كمية ملح كبيرة لان انا هقلبهم تاني، ودي سنة شطة. اسيبهم كده يا جماعة يومين 3 من غير ما اضيف عليهم اي حاجة، اي اضافات تانية انا مش هضيف عليهم غير لما ايه ينشفوا كمان في الملح ويشربوا من الشطة دي والطعم. وبعد كده هبدأ ان انا ايه ازيدهم معاكم، وان شاء الله نكمل مع بعضنا الفيديو. طبعا يا جماعة انا هضيف كمية شوية ملح تاني واجيب كده ايه. طبعا انا بعد ما عملته زي ما انتم شفتوا ابدأ ان انا اجيب من تحت لفوق كده عشان الجبن يتطعم بالملح وبالشطة، واسيبهم كده واغطيهم يومين بالظبط او 3، وابدأ بقى اتجلهم في البرطمان اللي انا عايزاه.